السلام عليكم متتبعي قناة عالم نور، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم وانتم في احسن الاحوال. فيديو جديد على القناه، كنقول لكم عسر مبروكه بالهنا وبراحه البال وبكل ما تمنيتوا ان شاء الله. اول حاجه غادي نوجدوها ان شاء الله في هاد العواشر هذه هي هاد البريوات هادو اللي غادي نوجدوهم ان شاء الله بكاوكاو، كيجيو مقرمشين ومعلكين وبواحد النكهه اللي زوينه بزاف. على بركه الله ندوزو نتعرفوا على المقادير. عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو اللي رشيته بشويه ديال الماء وحمرته في الفران ومن بعد حيدت له القشره ديالو. غادي ناخذ هنايا معلقه صغيره ديال المسكه حره، شديتها دقيتها مع شويه سكر سنيده. غادي نحتاجو معلقه ديال القرفه، وغادي نحتاجو ايضا قبيصه ديال الملحه باش غادي نهرسو شي شويه ديك الحلاوه وصافي. غادي نحتاجو ايضا 300 غرام ديال سكر كلاصي. غادي نحتاجو لهاد النكهه ديال زهره البرتقال، ولا ما متوفراش عندكم زهره البرتقال فغادي تاخذوا غير قشور ديال الليمون غنطحنوهم مع داك الكاوكاو. وغنحتاجو ايضا الماء زهر، وغادي نحتاجو لواحد 60 غرام تقريبا ديال الزبده اللي غادي نخلطوا بها هذا الخليط هذا من بعد ما نطحنوا هذاك الكاوكاو. غادي ناخذ الهشوار اللي كديروا فيها داك الكيلو د الكاوكاو مع ديك 300 غرام ديال سكر كلاصي وغادي نطحنوه. كنتمنى ما ديروش الغلط اللي درت، فالهشوار شويه كانت عندي صغيره ودرت فيها كيلو، من بعد صافي تطحنات غير شي شويه وقفات حتى قسمتها. صافي غادي نبقى كنطحن في هذاك الكاوكاو مزيان حتى غادي يبدا كيتجمع وكيتعلك. هذيك الساعه عاد غادي نحيدو وغادي نعاود ندير النص الاخر اللي مازال عندي هانتوما كتشوفوا فيه. صافي غادي نزيد نطحنو مازال شي شويه بهذا الشكل هذا. ما غاديش ياخذ ليا ما زهر بزاف وما غاديش يجيني كاوكاو ناشف، فملي غنطحنوه بهذه الطريقه كيجينا ميدم وكيجي زويون وكيجي فيه واحد البنه اصلا كتجي فيه زوينه بزاف. صافي هنايا كنظن بانه راه صافي تطحن ليا مزيان. هانتوما كنقدروا اننا نتمكنوا من اننا نجمعوه كيجي بهذا الشكل هذا. غادي ناخذوا الاناء اللي غادي نخلطوا فيه هذا الخليط هذا. صافي كما شفتوا انا خديت هذيك الزلافه كبيره غادي نحط فيها هذاك الخليط الاول اللي تطحن، وغادي نعاود نقسم الخليط الثاني على جوج وغادي نطحنوا مزيان بنفس الطريقه حتى غادي تدعق ليا مزيان كيف ما شفتوا. من بعد غادي نضيفوا على الخليط الاول هكذا حتى نسالي كاوكاو كله اللي عندي كيف ما كتشوفوا. صافي من بعد ما سالينا هذاك الكميه ديال الكاوكاو اللي كانت عندنا ساليناها في الطحين، صافي غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نضيف ليه هذيك زهره البرتقال. وكما قلت الا ما عندكمش متوفره فتقدروا تكتفيو غير بالقشره ديال الليمون كتعطي واحد النكهه رائعه. غادي نضيف المسكه حره، القرفه، هذيك القبيصه ديال الملحه. غادي نضيفوا ايضا 60 غرام ديال الزبده كيف ما كتشوفوا انا حطيتها في هذاك الكاس حتى دابت ليا في الحراره ديال المطبخ، يعني باقي غير شي شويه انا حيدته خويته من هذاك الكاس. صافي هنايا من بعد فاش حطيت خلطت تقريبا غادي نخلط هادشي كامل. من بعد ما ضفت كاع العناصر غادي نخلط الماء الزهر غنخليه هو اخر حاجه. غادي نخلط مزيان نجمع هذيك الخليط بهذيك شويه ديال الزبده اللي عندي، وغادي نضيف واحد شويه ديال الماء الزهر. معليش نضيفو كله باش ما يجينيش هذاك الخليط ديالي ما يجيش مميه، يعني خاصني يجي القوام ديالو هكايا يعني غير يجي فقط كيتجمع. غادي نحبس علاش هذاك الشيء علاش طحنا حنايا مزيان في الهشوار باش انه دغيا يتجمع لينا غير كيبدا كيتكور. كنخلط مزيان يعني هذيك العناصر كلها باش ديك المسكه حره مع ديك القرفه مع ديك زهره البرتقال كيعطيونا ديك النكهه زوينه عرفتي كتجي فيه واحد البنه رائعه 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 صراحه. حيت هادو اصلا ملي كيتجمعوا عندنا كيعطيونا واحد البنه زوينه في هذاك الكاوكاو. صافي كيف ما كتشوفوا هنا ما غاديش نضيف مازال الماء الزهر حيت بدا كيتجمع ليا الخليط. غادي ناخذو غادي ندير منه كويرات في القياس اللي انا بغيت، يعني نتوما غادي نتحكموا في القياس. غادي ديروه اما قد الحبه د المشماشه اما صغر اما كبر، المهم نتوما هي القياس اللي بغيتو. غادي نستمر في هذا الكاوكاو هذا نكور فيه تنساليه كله تقريبا. وديك الساعه غادي ندوز معكم باش ناخذوا الورقه ونقطعوها ونبداو كنطويو في البريوه. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما ساليت هذيك الكميه اللي عندي
خدمت بالنص، بقى هاد شويه كيف ما كتشوفوا. ملي كنساليوه كنكوروه وكنساليوه كنكونوا غطيناه بالسلوفان باش ما كينشفش لينا كاوكاو. غادي ناخذ الورقه ديالي د البسطيله، غادي نطويها هكايا كيف ما كتشوفوا على جوج. غادي بالنسبه للقياس، انا القياس اللي كندير باش كيجوني يعني بريوات متولين وزويونين، كندير القياس ديال جوج ديال السبعان. غادي نحيد هذاك الجهه اللي ناشفه عندنا في الجناب، غادي نحيدها بهذا الشكل هذا، وغادي نبدا العبار ديال جوج ديال السبعان ونقطع جوج ديال السبعان ونقطع حتى كنسالي الورقه كلها اللي عندي. من بعد ما غادي نسالي هذيك الورقه، غادي نجمعها وغادي نديرها في واحد البلاستيك اولا في سلوفان باش ما تنشفش ليا يعني ديك الورقه وما تجينيش مهرسه. وايضا في الفيديو غادي نوريكم ورقه واخا تهرس لينا كيفاش غادي نديروا اننا نطويوها، راه ما كتجيش باينه. المهم انهم داك التهراس يكون عندنا لداخل بهذا الشكل هذا، ما كتجيناش البريوه باينه بانه راه الورقه خايبه، لحقاش الورقه خاص نجيبوها نخدموا بها، خصوصا الا كانت شي ورقه اللي هي ما زويناش، فبهذا الشكل هذا كنضيعوا فيها. يعني نحاولوا ما امكن اننا نزربوا عليها، نقطعوها ونديروها في السلوفان وعاد نبداو الخدمه ديالنا. غنبغيوها غناخدو مورصو بمورصو، يعني طرف بطرف غادي ناخدو في هذيك الورقه تنساليوها. صافي كيف ما كتشوفوا هنا غادي ناخذ واحد الشريط، غادي ناخذ كركوبه ديال هذاك الخليط اللي صايبت ديال الكاوكاو، وغادي نبدا نجمعها. هانتوما كيما كتشوفوا انايا فاش درت هذيك، فاش غادي تقاد ليا المثلث ديالي اللي غادي نمشي عليه، غادي نبقى كندفع هذيك العجينه باش يعمروا ليا القنات وتجيني البريوه كلها عامره، ما يجيونيش العماره في الوسط وفي الجناب يكون خاوي. يعني حنا كنخدموا حنا كنجمعوا الحشوه لداخل وكنزيروا يدنا بهذا الشكل هذا، كتجينا البريوه عامره من الجنيبات كلهم ومن الوسط، وكتجي فيها واحد البنه رائعه. هانتوما غير تبعوا الطريقه وراها ساهله وبزاف. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا ما بقى ليا والو غير داك الطريف في الاخير. هنايا كنت خديت زلافه اللي درت فيها شويه ديال الماء ودرت فيها معلقه ديال الدقيق صافي، وغادي نجمع بها دوك القنات ديال البريوه. كاين اللي كيجمعهم بالبيض البيض، ولكن راه ما كيجيش زوين. ملي كنبداو كنقليوهم كيدار لنا كشكوشه في الزيت. غنستمر بهذا الشكل هذا وانتم غادي تشوفوا معايا.
صافي انا هنايا حاولت نخلي الفيديو يمشي وتشوفوا الطريقه في بزاف ديال الحبات البريوه. هنايا من بعد ما ساليت ستفتهم، درت واحد الكاسرونه اللي درت فيها الزيت. صافي خليتها كتسخن هنا كيف ما كتشوفوا. من بعد ما سخن عندي الزيت غادي نحط البريوات ديالي غادي يتقلاو. صافي غادي ياخدوا اللون اللي انا بغيتو، غير يبداو كيذهبوا شي شويه غادي نحيدوهم، حيت ملي غنطفيوهم في العسل غيزيد يثبت عليهم اللون. على داكشي ما نخليوهمش يتحمروا بزاف، غير شي شويه صافي وغادي نحيدوهم. صافي من بعد ما شفتهم انهم قبطوا شي شويه اللون هانتومايا، صافي بهذا الشكل هذا غادي نجهزهم. صافي هذا هو اللون اللي خليتهم خداو. دابا غادي نحطهم في العسل. هنايا العسل عندي بارد هانتوما كما كتشوفوا. العسل بالنسبه للعسل درت قالب ديال السكر اللي نسمتو بصغيره فيها شي شويه ديال الزعتر، والنص ديال القشور ديال الليمون، والنص ديال الحامضه. صافي وواحد العويد ديال القرفه باش كيجي هذوك اصلا هادو كلهم هاد المكونات كيعطيونا واحد التسيمه اللي هي زوينه لهاد العسل هذا. صافي غادي نخليهم بحال هكا كيشربوا هذاك العسل مزيان ونكمل حتى نسالي كلشي. صافي هادو هو الشكل ديال البريوات ديالنا من بعد ما ساليتهم في التعسل. رشيتهم بشي شويه ديال الزنجلان الابيض، تقدروا ديروا اللوز ايفيلي اولا اللوز مهرمش اولا شنو ما بغيتو، ولا تخليوهم فحال هكا كيجيو لذاذ وبنان بصحه وراحه. وشكرا لكم.